السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده سادس حلقه من كورس اعلانات التيك توك. لو ما شفتش الخمسه اللي فاتوا هسيبها لك تحت في صندوق الوصف، وممكن تخش تشوف حلقاتي على اليوتيوب. المهم ان احنا النهارده هنتكلم عن طريقه عمل اعلان ممول عشان تزود عن طريقه عدد المتابعين الحقيقيين المهتمين بالمحتوى اللي انت بتقدمه على حساب التيك توك بتاعك، مش مجرد عدد فيك وخلاص ومش بيجي من وراهم تفاعل، لا دول ناس حقيقيه ومهتمه وهيتفاعلوا مع المحتوى بتاعك. فيلا من غير كلام كتير قبل ما نبدا انزل روق عليا بلايك واشتراك جميل في القناة، وهات كوباية شاي بتاعتك علشان تروّق، وتعالَ لي عشان نبدأ الفيديو. بُص يا سيدي، لمّا تفتح مدير إعلانات التيك توك، هتيجي هنا على الزرار اللي إحنا نضغط عليها، هتلاقي الشكل ده ظهر قدامك. بعد كده هتخش على زرار اسمه إنشاء علشان تبدأ الحملة بتاعتك اللي هتزوّد عن طريق عدد المتابعين الحقيقيين. لو أنت طبعًا مش عارف توصل للحتة دي إزاي، ده معناه إنك ما شُفتش الفيديوهات اللي قبل كده، فهتحتاج ترجع لها عشان تعرف توصل معايا لده، تمام؟ هتلاقيهم كلّهم في الplay list عندي على القناة يعني. المهم هنيجي ننزل هنا في حاجة اسمها تفاعل المجتمع، هنلاقي ظاهر قدامها هنا ادفع المزيد من الأشخاص لمتابعة حسابك. لو أنت عامةً أيًا كان الإعلان اللي أنت عايز تعمله، لو مش مهتم بحتة إنك تزود عدد المتابعين وعايز تعرف بقية الحاجات دي هتعمل لك إيه، فده كنا شارحينه في الفيديو اللي فات وهيظهر لك هنا جنب علامة الأي بقية الأهداف دي كلها هدفها إيه، بس إحنا دلوقتي هنتكلم عن حتة زيادة المتابعين. فبعد ما نضغط عليها هنضغط على زرار متابعة، هتلاقي أول حاجة ظهرت لك اسم المجموعة الإعلانية، يعني أنت عايز تسميها إيه؟ هل ده مهم؟ مش مهم بس ده ليك أنت يعني، فأنا مثلًا هاسميها متابعين وأخليها بالعربي كده متابعين بالشكل ده تمام كده، وبعد كده ننزل تحت شوية هتلاقي في حاجة اسمها المواضع بتاع التيك توك، اضغط على الإعدادات المتقدمة هتلاقي ظهر لك تعليق المستخدم، يعني لو أنت اللي هيتفرج على الفيديو بتاعك عايز يعمل comment سيبه يعمل comment، عايز يعمل download لو أنت عايز يعمل download تمام، سامح له إنه يعمل download، لو أنت عايزه يشارك أكيد هتسيبه يشارك تمام. حتة المواضع بقى وplacement دي المفروض إن يبقى في 2 جنب تيك توك هنا مش بيظهروا في كل الدول، ومش أفضل حاجة أصلًا إنك تسيبهم، يعني لو ظهروا لك شيلهم تمام كده. وخلّي تيك توك بس، لو مش ظاهر لك فخلاص هُم مش ظاهرين، وغالبًا يعني في مصر في حتّة المتابعين زيادة عدد الfollowers يعني غالبًا مش هتلاقيها أصلًا موجودة يعني تمام. لمّا تيجي تبدأ تنزل بقى عند حتّة الموقع الجغرافي هتلاقي الدولة بتاعتك وليكن مثلًا إحنا في دولة مصر، فأنا مش عايز الدولة نفسها، أنا عايز محافظات جواها، أو أنا مش عايز الدولة دي أنا عايز أستهدف دولة تانية، فهنشيلها كده ونضغط هتلاقي يظهر لك كل الدول اللي ممكن تستهدفها، الإمارات بقى، الكويت، المغرب، السعودية، وتفرض أنت عايز دولة إيه. هتنزل تحت هنا شوية لو أنت دولتك مش ظاهرة وليكن إحنا عايزين مثلًا مصر، تضغط على السهم اللي في الجنب ده علشان تبدأ تخلّي المنيو تكبر ويظهر لك المحافظات اللي جوّه الدولة، فوليكن مثلًا إحنا عايزين من هنا مثلًا إيه، القاهرة، ننزل تحت كده شوية، أدي القاهرة مثلًا وليكن القليوبية والمنوفية المهم هتعلّم يعني على المحافظات اللي أنت عايزها، هتلاقيهم بيتضافوا معاك هنا، فمش هتلاقيها قريبة أوي من فيسبوك في حتّة الtargeting بتاعة الlocation، بس هتلاقي الموضوع برضه بالنسبة للمحافظات واضح قدّام عينك يعني تمام. بعد كده هننزل تحت شوية هتلاقي في العمر بقى مفتوح لك هنا من 13 لحد فوق ال55 تمام، بس معظم الناس هتلاقيها بتستهدف من 18 تقريبًا لحد 55 أو 54، ده average العمر اللي أنت أغلب الحاجات اللي أنت ممكن تبيعها ممكن تستهدفه. عايز تنزل ال13 ل17 ساعات بيتفرض عليك شوية قيود زيادة لإنك بتستهدف ناس أقل من 13 سنة، بس لو أنت مضطر هتبدأ تستخدمه تمام. ذكر أو أنثى لو أنت عايز أيًا كان المجال اللي أنت عايز تستهدفه، بس إحنا في الحالة بتاعتنا دي إحنا بنستهدف الناس تعمل لنا follow للaccount بتاعنا، فإحنا عايزين أكبر عدد ممكن من الناس، فتمام لو مش فارق لي هاخلّيه بدون حدود، يعني خلّيه ذكر أو أنثى الاتنين تمام. وبرضه في العمر طالما أنا عايز أكبر عدد ممكن من الfollowers فأنا مش هاحدد، أنا هاخلّيها بدون حدود، يستهدف لي أي حد شايف إنه ممكن يعمل follow للaccount بتاعي تمام. القدرة الشرائية دي حاجة advanced شوية مش هنستخدمها هنا طالما أنت أصلًا شخص بتقدّم محتوى مش بتبيع منتجات، فهنخلّيها بدون حدود، لإن حتّة القدرة الشرائية العالية دي بتغلّي تَمَن أي حاجة أنت عايزها، سواء مشاهدة، سواء متابعة، سواء وليكن message whatever أيًا كان يعني هي إيه، لإن عدد الجمهور اللي أنت بتستهدفه بيبقى أقل، لإنك بتستهدف طبقة معيّنة معاها فلوس، تمام كده؟ وده هنتكلم عليه في فيديوهات تانية قدّام في الكورس اللي إحنا بنتكلم فيه في شرح تيك توك يعني. في حتّة فوق نسيناها بس وهي اللغات، حتّة اللغات دي أنت لو في دولة مثلًا وليكن زي مصر مش محتاج تحدد لغة أوي،
تمام، مش محتاج تخلّيها عربي أو English، يعني سيبها مفتوحة. إنما مثلًا وليكن لو بتستهدف دولة زي الإمارات فيها مصريين وفيها هنود وفيها إماراتيين وفيها فلبينيين وفيها أجانب، فيها جنسيات كتير جدًا، فأنت هتبدأ تستخدم اللغات اللي موجودة قدّامك عشان تحدد الناس اللي أنت عايز تودّي لهم الإعلان بتاعك، تمام. وبرضه هتلاقي في حاجة اسمها دول محظورة ولغات مش موجودة، يعني قصة كده في الحتة دي هنعمل عنها فيديو منفصل قدّام عشان أشرحها لكم باستفاضة وتفهموا منها يعني. إنما إحنا حاليًا لو أنت الدولة بتاعتك ما فيهاش اختلاط ناس كتير بيتكلموا لغات مختلفة، فخلّيها مفتوحة، تمام كده، ما تحددهاش. ننزل تحت هنا شوية بقى علشان نشوف حتة الاهتمامات أو الdetailed targeting. هتلاقي في حاجة هنا اسمها الاهتمامات والسلوكيات، اضغط عليها عشان تفتح لو هي كانت مقفولة، وتبدأ هنا تشوف أنت عايز تودّي الإعلان بتاعك لمين. يعني مثلًا وليكن أنا الaccount بتاعي هنا بيتكلم مثلًا عن الmarketing، أنا باستخدم account التيك توك بتاعي، يعني منزّل شوية فيديوهات كده على قدّهم، فعايز أخلّي الناس تبدأ تعمل لي follow، فهابدأ مثلًا وليكن أكتب إيه marketing مثلًا، فهيبدأ يظهر لك شوية نتايج بعد ما أنت كتبت الكلمة اللي أنت بتسيرش عليها. وليكن مثلًا أنا ظاهر لي marketing digital، marketing online، whatever أيًا كان marketing كلّهم marketing يعني، وظاهر لي هنا من الجنب كمية الناس اللي بتتابع الهاشتاج ده، يعني أنا اللي ظاهر لي هنا مش اهتمام، أنا ظاهر لي هاشتاج، دي الحاجة اللي ظاهرة في الحاجة اللي أنا سيرشيت عليها. وهتلاقيه هنا من الجنب معظم الكلام مش ظاهر لأن للأسف الversion العربي في تيك توك بيبقى فيه شوية مشاكل رخمة كده. أنا أصلًا معظم الوقت باشتغل English، بس أنا دلوقتي عشان باشرح بس، بيكونوا محتاجين حاجة بالعربي يعني، بس لو أنت تقدر تشتغل English هتلاقيه أسهل لك وأريح لك ومش هتلاقي فيه البجات اللي بتطلع، المشاكل اللي بتظهر دي يعني، تمام. وليكن مثلًا أنا اخترت أول هاشتاج عندي اللي هو marketing، هتلاقي في حاجات تانية، ده هاشتاج أنا محتاج مثلًا اهتمامات بقى زي بتاعة فيسبوك كده وليكن، لمّا نضغط هنا كده هتلاقي ظاهر لك 4 حاجات مختلفة. أول حاجة الاهتمامات، أنت مثلًا لو بتبيع ألعاب، أجهزة، مركبات، تطبيقات whatever أي حاجة اللي أنت بتسيرش عليها أو بتبيعها، فهتبدأ تيجي عليها هنا من الجنب وتضغط عليها، ولمّا تضغط على السهم اللي في الجنب ده هيفتح لك قايمة من جوّه القايمة علشان لو أنت في حاجة معينة بتدوّر عليها ومش لاقيها في القايمة اللي من برّه، تمام، دي كاهتمامات. وليكن مثلًا سفر نفس الموضوع، ملابس نفس الموضوع. بعد كده عندك التفاعلات مع الفيديو، دي معناها إيه؟ لمّا تطلع فوق كده سِنّة هتلاقيها كاتب لك هنا مظهّر لك box من الجنب إن هو هيودّي الإعلان بتاعك لناس بيتفرّجوا على محتوى الفيديو اللي أنت هتختاره. وليكن بمعنى مثلًا أنا باقدّم محتوى خاص مثلًا بالmodeling واللبس وحاجات زي كده، فأنا هابقى عايز أودّي الفيديو بتاعي لناس مهتمة بإيه، مثلًا وليكن بالbeauty والstyle، فأنت لمّا تيجي تعلّم عليها كده يبقى أنت بتقول للتيك توك ودّي الفيديو بتاعي لناس مهتمة بالمجال ده، تمام كده، بيتفرّجوا على الفيديوهات من النوع ده. طَب التفاعل مع المنشئ، أنا عايز يا تيك توك أودّي الفيديو بتاعي لناس بيتفرّجوا على مُنشئين محتوى تانيين في المجالات اللي أنت هتختارها. وليكن مثلًا لو أنا عايز أختار دي وبرضه هاختار حاجات ليها علاقة بالحاجة اللي أنا باعملها. يعني لمّا تبدأ تنزل تحت كده شوية هتلاقي في حاجة اسمها الأزياء والجمال، يبقى اخترناها، يبقى أنا هاودّي الفيديو بتاعي لناس بيتفرّجوا على مُنشئين محتوى منافسين ليّا في المجال بتاع الأزياء والجمال. لو أنا مثلًا يعني باعمل محتوى في المجال ده، تمام كده، يبقى إحنا كده فهمنا إيه الاهتمام ناس مهتمة بالمجال الفلاني whatever يعني. التفاعل ناس بتتفرّج على فيديو في الحاجة اللي أنت تختارها. التفاعل مع المُنشئ ناس بيتابعوا مُنشئ محتوى معيّن وأنت عارف إنك محتواك زيه، فبتقول للتيك توك اظهر الفيديو بتاعي لناس بيتفرّجوا على مُنشئين محتوى بيطلّعوا مجال زي مجالي. آخر حاجة الهاشتاج، اللي هو الهاشتاج اللي إحنا عارفينه شكل الشباك وبيبدأ يتكتب بعديه كلام زي مثلًا إحنا عاملينها برّه دي إيه، marketing marketing digital، دي اللي أنا عايز الإعلان بتاعي أو sorry الفيديو بتاعي يروح لناس مهتمين بهاشتاج زي marketing digital. طب سؤال تاني، أحط كام هاشتاج أو كام اهتمام أو كام whatever أيًا كان الحاجة اللي أنا هاحطها، من 3 ل5، حلوين جدًا. المهم يا سيدي هتبدأ تنزل هنا واحدة واحدة، هتلاقي بعد كده عندك حاجة اسمها الميزانية والجدول. أنت عايز الميزانية بتاعتك طوال فترة الحملة والّا يومي؟ فخلّيها يومي، تمام، ما تخلّيهاش طول فترة الحملة. وعندك الحد الأدنى اللي ممكن تدفعه في اليوم 200 جنيه، تمام، ده الحد الأدنى للمجموعة الإعلانية الواحدة. تنزل تحت لو أنت عايز تعمل جدولة، لو أنت مش عايز الإعلان بتاعك يشتغل دلوقتي تقدر مثلًا تجدوله لبكرة، تجدوله لبعده وهكذا. لو أنت مش عايزه يشتغل في نفس اليوم أنت هتشتغل فيه، تمام كده. تقسيم فترات البث اليومية دي لو أنت عايز تحدد مواعيد معينة، وليكن مثلًا أنا عايز الإعلان بتاعي يشتغل يوم الإتنين من الساعة مثلًا 14:00 لحد الساعة 19:00، تمام، لحد الساعة 22:00 whatever أنت عايز تحدد الإعلان بتاعك شغال إمتى.
بس أفضل أخلّيه شغال طول اليوم. وآخر حاجة عندك هي المزايدة اللي هي البيت كاب والكوست كاب زي ما كانت موجودة في فيسبوك. عندك اختيارين، هو كان معلّمني هنا default على عرض أسعار قياسي، دي بتستخدمها لو أنت عارف وليكن مثلًا إن الطبيعي بتاع الfollow بتاعك مثلًا لمّا حد بيعمل لك follow وليكن بيكلّفك جنيه، فأنت هتكتب هنا مثلًا جنيه. ده في حالة إن أنت أصلًا عارف هو بيكلّفك كام، علشان لو أنت قلّلت عن الرقم اللي متحدد أو اللي في المزاد في اليوم ده، هتخرج برّه المزاد، بمعنى إن أنت مش هتيجي لك حاجة. تيك توك هيلاقي السعر اللي أنت حاطّه ضعيف جدًا، فمش هيقدر يجيب لك فأنت لو بتبدأ ما لكش دعوة بدي خالص، وخلّيك الحد الأقصى للعرض. كاتب لك هنا أهو زد عدد نتائج لأقصى حد، هيجيب لك أقصى عدد ممكن قصاد المبلغ اللي أنت هتدفعه. الحتة اللي فوق دي بتبقى احترافية شوية بعد ما تشتغل فترة، تبدأ تبقى عارف المبلغ اللي أنت تحطه كام بالضبط، تمام. بس مبدئيًا خليك في اللي تحت، ما تخشش في إيه، في الحتة اللي فوق دي. بعد كده نضغط على زرار متابعة عشان نخش بقى على الإعلان بتاعنا نفسه. جايب لي أول حاجة هنا أهو الحسابات اللي أنا رابطها، أنا عايز الحساب ده لأن ده الحساب اللي عليه الفيديوهات اللي أنا هابدأ أستخدمها. وبعد كده ننزل تحت شوية هتلاقيه جايب لك هنا أهو منشور تيك توك علشان أبدأ أختار المنشورات اللي عندي. فأنا ربنا يزيد ويبارك كل اللي حيلتي يعني، والله عايز أهتم بالموضوع أكتر من كده، خشوا اعملوا لي follow عشان تشجعوني. المهم وليكن مثلًا نبدأ إيه، نختار كذا فيديو من الفيديوهات اللي إحنا منزّلينها. طب ليه ما اختارش فيديو واحد؟ أنت دلوقتي عايز تجيب أحسن نتايج ممكنة من الإعلان اللي أنت هتعمله، مضبوط كده؟ أنا طريقة تفكيري زي طريقة تفكيرك، زي طريقة تفكير اللي جنبك، أخوك، والدتك، والدك، كل واحد ليه طريقة تفكير معينة، وكل واحد بيستجيب بطريقة كلام مختلف. فالطبيعي علشان أنت تجيب أحسن نتايج ممكنة، فأنت هتعمل كذا فيديو بكذا طريقة بتخاطب الناس بطرق مختلفة، كلهم جذابين أكيد بس بطرق مختلفة. علشان التيك توك يبدأ يعمل testing، يجرب الفيديو ده مرة والفيديو ده مرة والفيديو ده مرة، ويشوف أكتر طريقة بتجيب مع الناس إيه. ممكن أنت تبقى حاسس إن فيديو معين هيجيب مع الناس، بس دي وجهة نظرك أنت، في ناس تانيين هيتشدّوا بطريقة مختلفة. فأنت نوّع في أنواع الفيديوهات بتاعتك علشان تقدر تشد كل الفئات الممكنة، وهتبدأ ترفعها على التيك توك عندك وبعد كده تيجي تختارها من هنا. ده مع الأخذ في الاعتبار والاهتمام إن لازم الفيديو بتاعك يبقى الرسالة بتاعته واضحة ومفهومة وموجودة في أول الفيديو، بمعنى إن أنت أول 10 ثواني من الفيديو ده لو الشخص ما اتشدّش، الفيديو ما عجبوش، هيسكرول ويخش على اللي بعده. فاهتم جدًا إنك توضّح له الفيديو بتاعك هيتكلم عن إيه، علشان لو مهتم هيكمّل، ومش مهتم هيخش على اللي بعده، فأنت تبقى شدّيته، هتعرفوا أنت بتتكلّم عن إيه، تمام كده؟ قوم هتعلّم على الفيديوهات اللي أنت شايف إن هي كويسة، وبعد كده تضغط على زرار متابعة، هتلاقي الفيديوهات اترصّت عندك بالشكل ده تقدر تبدأ تعدّي عليهم واحد، واحد عشان تبُص عليهم. كده أنت يعتبر خلّصت بشكل بدائي، خطوة بسيطة كده عشان الموضوع يبقى professional ويجيب لك نتايج قوية، بس يعني هتصرف عليه شوية. لمّا تيجي من الجنب من هنا، أول حاجة من فوق دي حاجة اسمها الحملة الكلية، أكبر حاجة الحملة. الحملة دي تحتيها مجاميع إعلانية، الحملة دي تحتيها مجموعة إعلانية إحنا مسميينها متابعين واحد، المجموعة دي تحتيها إعلانات، تمام كده؟ أنا عايزك تكرر المجموعة الإعلانية اللي في النُص دي مرتين أو 3، بمعنى هتيجي من الجنب من هنا على الشكل ده تضغط على زرار نسخ المجموعة وتقول له أنا عايز أنسخها مثلًا مرّة أو مرتين أو 3 بهدف إيه، بهدف هاوريه لك دلوقتي. تضغط على زرار نسخ، فهتلاقي المجموعة الإعلانية بتاعتك اتكررت فوق أهو، ومكتوب عليها نسخة واحد من المتابعين واحد، تمام، وفيها كل الإعلانات بتاعتك. هدف ده إيه، إن أنا لمّا أنزل تحت هنا وأوصل لحتة الاستهداف بتاعتي، أشيل الmarketing دي بقى اللي أنا كنت جايبها عن طريق التفاعل مع الهاشتاجات، وأبدأ أختار حاجة تانية، أختار الاهتمام المرّة دي من الاهتمامات. ولو معاك فلوس تاني اعمل مجموعة إعلانية تانية واعمل فيها التفاعلات مع الفيديو، ولو معاك تاني اعمل مجموعة إعلانية رابعة واعمل التفاعلات مع المنشئ. أنا عايز كل واحدة من دول ليها مجموعة إعلانية منفصلة. مشكلتها في إيه؟ مشكلتها في إن كل مجموعة إعلانية محتاجة 200 جنيه خاصة بيها، ده كحد أدنى يعني، تمام؟ طيب هل ده ضروري؟ يعني أنا لو مش معايا إن غير إن أنا أعمل مجموعة إعلانية واحدة، هل ده غلط؟ لأ عادي جدًا ما فيش مشكلة. لو هتعمل مجموعة إعلانية واحدة خليك في حتة الاهتمامات واختار زي ما قُلت لك من 3 ل5 اهتمامات، تمام؟ وبعد ما نخلّص نطلع بقى للحملة الكبيرة الكلية بتاعتنا، نرجع لها كده وبعد كده نضغط على زرار نشر الكل علشان يبدأ كل اللي إحنا عملناه مع بعض يتنشر. ولو مشيت على كل اللي إحنا اتكلمنا فيه ده بالخطوات واحدة واحدة، إن شاء الله هيطلع لك أحسن نتايج ممكنة.
وعايزك تتابع معايا شوية الفيديوهات اللي هانزّلها لجان التيك توك، عشان هنبدأ نتكلّم عنها، عن طُرق مراجعة إعلانك بعد ما يخلص إنك تتابعه وتحاول تحسّن نتايجه بعد ما يتنشر. وبس كده يا سيدي، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. لو مهتم تعرف أقوى وأحسن طُرق الربح من تيك توك، هاسيب لك لينك لمقالة مهمة قوية جدًا هتشرح لك الموضوع ده بالتفصيل. ولو عندك أي أسئلة ممكن تنزل تكتبها لي تحت في الكومنتات، أنا باقراهم كلّهم، أو ممكن تخش تكلمني على صفحتي على الفيسبوك، هاسيب لك اللينك بتاعها في صندوق الوصف وفي أول كومنت. وما تنساش لو محتاج أي شغل ليه علاقة بالسوشيال ميديا أو جرافيك ديزاين أو طبع الإعلانات الممولة، هاسيب لك رقم الواتساب بتاعي برضه في صفحة الفيسبوك. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو بتاعنا النهارده، وخليكم عارفين إحنا دايمًا في خدمتكم. شكرًا.